السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة كده ما صورتش. الناس اللي هي سألت عليا شكرا ليها. بس انتوا ساعات بقى يعني عارفين كده، في اوقات بتعدي على اي حد بيبقى كده مش في المود. فالمهم ان احنا رجعنا لكم ورجعت لكم قبل العيد عشان نعملوا مع بعض سلسلة نظافة اقتصادية. كل حاجاتها موجودة عندنا في البيت، ولو اشترينا هتبقى حاجات بسيطة خالص. مش لازم بقى ندفع فلوس قد كده عشان نبقى حلوين كده وأمارات وعرايس ومنورين. نوعه بقى ترطيب شعر، مفرود حرير. يعني هناخد كل حاجة في الجسم، وهنعمل لها نظافة. النهاردة في أول فيديو هبدأ بيه اللي هو الضوافر. عايزة أقول لكم بقى، آه الضوافر يعني فعلا فعلا الوصفة اللي أنا هقول لكم عليها دي، أو الروتين على بعضه اللي أنا هقوله دوت، دي فعلا فعلا يعني من 3 أيام ماكسيموم ماكسيموم 6 ايام. و6 ايام دي كمان لمين؟ يعني الناس اللي هي بقى ضوافرها بتتكسر بسرعه اول ما بتطول، او الناس يعني بقى اللي هي ضوافرها مش بتطلع خالص وبتبقى زعلانه قوي عليها. ان شاء الله ان شاء الله بعد 6 ايام 7 ايام هتلاقي في نتيجه حلوه جدا، نتيجه كويسه جدا. فالناس اللي هي ضوافرها صعبه قوي 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 تبدا في الوصفه ديت من دلوقتي. الوصفه بتاعتنا سهله خالص. اول حاجه احنا هنعملوها، هيبقى معانا ميه دافيه وهنحطوا عليها بقى الميه الدافيه دي. اهي، انا مش عارفه كده سخنتها قوي ولا لا، حطاها من الكتل. لا حلوه. الميه ديت انا هحط عليها خل. طبعا الخل موجود عندنا في البيت، الخل مفيد جدا، بيقضي على الجراثيم والبكتيريا الفطريات اللي موجوده. هتحطي مثلا بمقدار ملعقتين. وكمان بقى هنحطه اللي هو ملح. عندك ملح اللي هو البحر حطي، عندك ملح خشن، ملح ناعم، اي نوع ملح موجود عندك في البيت حطي. عايزه اقول لكم ان انا يا جماعه التجربه اللي انا هوريها لكم ديت اللي احنا نعملوها مع بعض بجد بجد خطيره. بصوا انا اشتغلت عليها 3 ايام على الضوافر ديت. وسبت ديت. بصوا دي يعني بدات تطول حاجه بسيطه، بس لسه انا ما اشتغلتش فيها. لكن دي انا لما اشتغلت عليها ال3 ايام دول فرق شاسع جدا جدا جدا. اول حاجه احنا بقى هنبوش ايدينا كده فيها. بصي على قد بقى ما تقدري وتستحملي خليها. وعلى فكرة دي مش بتطول الضوافر بس، دي بتبيضها بقى من اي. في ناس ضوافرها لما بتطول بتبقى مصفرة، فانت بقى بتبقي عايزة ضوافر كده اللي هي لونها ابيض لونها وردي، فان شاء الله هتلاقيها كده. هنحط بقى ايدينا فترة بقى على قد ما تستحملي. بصوا خلاص بقى، بصوا يعني ايديا احمرت عشان قعدتها في المية كتير. بس كده كويس جدا. بصوا بقى دلوقتي هتجيبي بقى نص ليمونيه كده عندك اهيت، هتشيلي البذر بتاعها وهتمسكيها بقى في ضفر ضفر. بصي واضح كده اهو. بصي دخلي الضفر كده جواها. دي بتبيض الضوافر جدا وكويسه جدا جدا، بتساعد في تطويلها اهي. ومفيش مانع بقى وانتي بتعملي كده تقومي عامله كمان على ايدك كلها، وخاصه في اللي هي العقل دي. العقل دي ساعات بتبقى عند ناس بتبقى مسمره شويه، فانت برضو ايه تعمليها، تعملي ايدك كلها اهو زي ما قلت لك. يعني اغرزي ضفرك كده فيها. انا بصوا حتى لو تلاحظوا بشتغل دايما على الشمال باي خلطه بعملها، عشان كده دايما بلاقي الشمال احسن اهو. خلاص كده بقى انت بقى هتفضلي تعملي فيها كتير، انا مش عايزه اطول وقت الفيديو. خلاص انا بعد ما عملت ديت الخطوه بقى اللي بعد كده واللي هي مهمه جدا. انت بقى اهو، انا ساعات كنت بغسل ايدي وساعات اهو خلي الليمون فيها، هتنشفي ايدك. بعدين بقى دلوقتي بصوا عايزه اوريكم ده. ده اللي هو معجون الاسنان اللي هو ديبودنت. ديبودنت دوت حلو جدا جدا في تفتيح الاسنان. فانا اخترت المعجون ده زياده بالذات لانه بيطول لانه سوري بيلمع الاسنان. معذره بقى مش عارفه عندي زي شرقه كده. المهم هاخد حته، بصوا هي حته صغيره اهي، وهمسح بيها برضو على ضوافري. هدعك بيها برضو ضوافري كده. بصوا انا عايزه اوريكم. وتسيبيها شويه، يعني تسيبيها مثلا ايه 3 4 دقايق كده. انا بعد ما اقفل معاكم انا هبقى اعمل برضو هشتغل في الايد التانية.
مهم. عايزه اقول لكم يا بنات بجد بجد يعني الخلطات ديت او عفوا بقى، او الحاجات اللي احنا بنعملوها ديت لضوافرنا بجد حلوه جدا جدا جدا. يعني هتلاقوا فرق فظيع 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 بجد، وهتدعوا لي وهتشكروني عليها. انا هسيبهم كده في ايدي مثلا 3 4 دقايق وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه اهوت، انا غسلت دلوقتي ايدي، بصوا ضوافري بقت عامله ازاي اهي. احنا خلونا بقى في اللي هي الكبيره دي اللي انا شغاله عليها. شايفين كمان الضوافر بقت جميله ازاي وبيضه قوي. طيب الخطوه بقى اللي بعد كده اللي هو الخطوه بقى اللي بعد كده يا حلوين، اللي هي ان انا هجيب زي مج كده، يا ريت تكون حاجه ازاز يعني، مج زي دوت، او اي حاجه كده بقها يعني مفتوح شويه عشان تعرفي تدخلي كده ضوافرك للاخر. هنجيبه بقى زيت زيتون، واهم حاجه في زيت الزيتون يا جماعه ان هو لازم يبقى مكتوب عليه اللي هو زيت زيتون بكر. دي بتبقى حلوه جدا جدا، دي بتبقى انواع نظيفه يعني، واللي هو معصور على البارد. بصوا هناخده كده ايه مسافه اللي هو معلقه او معلقتين. زيت الزيتون برضو من الحاجات المفيده جدا للشعر بقى، البشره، الضوافر، لحاجات كتير. وهناخده بقى معاها توم مبشور، شايفينه اهي. هنحطه بقى فيه ونقلبوه كده كويس. وعلى فكره انت ممكن تحتفظي بالخلطه دي، انا بعد ما اخلص معاكم عندي برطمان كده صغير او زي علبه كده صغيره خالص، هحطه فيها وهحطه في التلاجة. انتي لو مش عندك ممكن تجيبي اي علبه اللي هي اكلادور، بعد ما يكون فضى هتحطي فيه الخلطه ديت وتحطيها على ضوافرك. عايزه اقول لكم حلوه جدا دي بقى. بصوا يعني من احلى من احلى من احلى الحاجات اللي هتساعد بجد ان ضوافركم تطول في وقت قصير جدا جدا. ومش بس كده، وهتخليها بجد قويه قوي. جربوها يا بنات مش هتندموا، حلوه جدا. دلوقتي بقى خلاص اهو شلت ايدي وغسلتها. بس طبعا هتقولوا لي ازاي بقى التوم وريحه التوم؟ انا واحده من الناس بتضايق من ريحه التوم. طيب هنعمل ايه بقى؟ يعني هنخلصه منه فوري دلوقتي. اللي هو هتجيبي ليمونيه تاني اللي انت اشتغلتي بيها اول مره، وهتعملي بيها تاني مره كمان. بس انا مش هعمل بيها دلوقتي لان في خطوه تانية هقول لكم عليها. ممكن انت مثلا لو انت مش حابه ان ايدك كده تبقى اللي هي مزيته يعني فيها دهون، اللي هو بزيت الزيتون، مع ان لازم انصحك بيه بصراحه. انت ممكن هتاخدي الثوم صريح كده زي ما هو، وعارفه اللي هو كانك بصي اهو، شفتي مسك ازاي في الضفر؟ هتدخليه فيه شويه كده، وتقومي حطاه في الضفر التاني، وهكذا. واللي هو تدعكيه كمان، يعني تدخليه فيه وتفضلي كده تدعكيه. الخطوه ديت حلوه جدا جدا جدا، انصحكم بيها. بعد بقى طبعا ما تعمليها، ريحه التوم بقى فظيعه. هتمسكي بقى برضو الليمونه وتفضلي تدعكي لحد ما تلاقي الريحه راحت خالص. انا برضو يعني هدعكها لحد الريحه ما تروح وهجيلكم. وخلاص كده، خلاص خلصت. شايفين بقى الجمال؟ انا بصراحه مش بحب اطولهم اكتر من كده، هما ساعات بيطولوا اكتر من كده بكتير، بس انا مش بحبهم يطولوا اكتر من كده. خلاص المهم كده خلاص خلصت. خلصت بقى الحاجات اللي هي الخطوه دي. طب نيجي بقى للي وراها. عايزه اقول لكم برضو يا حلوين من الحاجات اللي هي الكويسه جدا اللي انت لازم تواظبي عليها، اللي هو هتجيبي فازلين. اي طبعا انا مش جايبه خلاص فازلين منقطع، فليزا منزله فازلين، وفي كذا حد، ايفا نزلت برضو فازلين. ممكن هتجيبي لو هو مش موجود عندك، مع ان ما اعتقدش ان في بنت ما عندهاش فازلين يعني، مش حاجه خالص. هتمسكي بقى حته صغيره من الفازلين وتحطيها على ايدك قبل النوم. دي بصوا خلوها خطوه اساسيه معاكم اهي، حته صغيره كده اهي. بصوا ما خدتش يعني ثانيه كده بس. ممكن كمان تكملي باقي ايدك بيها. حلو جدا 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 الفازلين. ممكن بقى مثلا تحطي ايه كمان عندك مثلا لو اللي هو حليب جوز الهند، ده حلو جدا. دي دي خام اوريجينال حلو قوي. ممكن برضو تاخديها زي ما حطينا كده الفازلين، تحطيها. عندك ايه تاني يا ربي؟ ممكن لو عندك
ايه تاني؟ زيت اللوز. زيت اللوز حلو جدا برضو، هو موجود عندي، ممكن تحطيه. يعني انا اديتك بدائل كتير اللي هي هتساعدك ان انت تطولي ضوافرك بطريقه سريعه قوي. طيب في حاجات تانية بقى كمان عندك، اظن برضو البانسينول، بتهيالي مفيش بنوته مش موجود عندها كريم البانسينول. البانسينول اللي هو العادي بقى، مش هقولك اي حاجه تانية. البانسينول دوت برضو كويس جدا. هتاخدي برضو منه في البنسينول، مادة البنسينول 2%، كويسة جدا وحلوة جدا لتطويل الضوافر وبتقويها بشكل كبير قوي. فانتي برضو هتاخديها زي ما وريتك كده، زي الفازلين. يعني حاجة صغيرة خالص كده هتحطيها على ضوافرك كلها من قدام ومن ورا. وكمان يا بنات طالع بقى كمان حاجات كده جميلة. يعني مثلا عندك الكريم دوت، بصراحة انا بحبه جدا، ده من اماندا. ده حلو قوي قوي. بصوا كاتبين اهوت، حتى بيغذي البشره والاظافر بفيتامين سي، وفي اس بي اف 10. ده انا دايما بحطه مستخلص البرتقال، ريحته حلوه جدا. ده انا اساسي بحطه بالليل وبحطه الصبح وانا خارجه في اي مكان، علشان برضو فيه عامل حمايه زي ما انتم ما شايفين. طيب في حاجه كمان مهمه جدا برضو بتساعد ان ضوافرك تطول بسرعه، لو انت من الناس اللي انا بقولك اللي هي ضوافرها مش بتطول خالص وبتتكسر. دوت اللي هو محلول، اللي هو نيل 15. بس عايزه اقول لكم معلش بقى، يعني البتاع دي عشان انا كنت ساعات بنساه في التويلت فكان بيتبل، فالورقه اتبلت فباشت. المهم ده اللي هو محلول نيل بتاع الضوافر. حلو جدا، سعره اقتصادي قوي قوي، تقريبا 30 او حاجه زي كده، فمش غالي خالص. حلو. انتي برضو هتاخدي، بصي انا عايزه اوريكم شكله. بصي هوريكي كده على الضفر، بصي اهو. ده دي كده كبيره، يعني دي كده كبيره. هتاخديها كده اهوت وتمشيها برضو على ضفرك كله. دي كويسه جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، معلش بقى سامحوني لو الفيديو طول سنه، انا مش بحب اطول الفيديوهات قوي، بس بجد فيديو حلو جدا. عايزه اقول لكم حاجه بقى كمان. في ناس بقى اللي هي بيبقى فيها الزيادات دي، على فكره الزيادات اللي هي بتبقى الجلد الزايد او الجلد الميت ده مش بيخلي الضوافر انها تطول، فلازم احنا نتخلصوا منه اول باول علشان الضوافر تطول. في عندك من الحاجات الحلوه اللي انا جربتهم احب اقول لكم عليها من ايفا. ده اللي هو مزيل للزوائد الجلديه، ده حلو جدا. انت بتحطيه كده وبعدين عندك بقى يا اما بضفرك وبتزقي كده بقى الجلد لجوه، يا اما البتاع اللي هي بتشيل الجلد دي، بس انا مش بحبها لاني عملتها كذا مره وكذا مره عورتني فما حبيتهاش بصراحه. او عندك بقى في اللي هو المبرد، اللي هو بيبقى فيه في الظهر بتاعه حته كده صغيره اللي هي بتشيل الجلد الزياده، دي بتبقى كويسه. وكمان برضو من الحاجات الكويسه اللي انا احب ان انا افيدكم بيها، اللي هي اللونه منزله مجموعه نيل كير، حاجات حلوه جدا للضوافر، للعنايه بالضوافر. فانا اخترت ده اللي هو كان بالهيرولونيك وفيتامين اي، فحلوه جدا بصراحه، عجباني قوي. ولقيت منه نتيجه برضو كويسه. انتوا ممكن تستخدموه وتجيبوه. بكده بقى الفيديو بتاعنا يكون انتهى، بس عايزه اقول لكم بقى استنوني، هعمل لكم برضو فيديو خطير وفيديو يكون حلو قوي يعجبكم عن الروتين بقى، العنايه بالايد وبالشعر وبالجسم. زي ما قلت لكم كلها هتبقى بحاجات اقتصاديه. متنسوش بقى تعملوا لايك وتستنوني في فيديو جديد. ولو في اي حاجه حابين تسالوني عليها او اي حاجه حابين تخلوني اعملها لكم، قوليلي في الكومنت.